السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كوكب النباتات. النهاردة احنا في موسم حصاد الأرز الشعير، وهنتكلم برضو عن الرز. أنا قلت يمكن فيه ناس كتير برضو من المتابعين للقناة يمكن ما شافوش الرز وهو قبل الحصاد، شكله والمعاملات بتاعته، فقلنا نصور الرز برضو من الحقول الطبيعية بره، ونوريكم برضو الرز الشعير ازاي، يعني مراحل الحصاد بتاعته بتبقى ازاي، واهم المعاملات ليه في الزراعه. الرز الشعير اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي بنبدا الزراعه فيه، بنعمل له حوض كده زي ترقيده او بنعمل له مشتل. في نوعين من الزراعه، في زراعه البذار على طول، ودي بتبقى من شهر 6 وعلى طول نبذر الارض بالرز الشعير، ودي طريقه جديده مش قديمه. وفي طريقة تانية ان احنا بنعمل ترقيدة او مشتل صغير ونربي فيه الرز الشعير بكثافة، وبعد حوالي شهر او 40 يوم بنملخ الشتلة دي ونفرطها في الارض ونشتله من جديد. ودي اسمها الطريقة دي القديمة التقليدية. والطريقة التانية اللي احنا بنيجي على طول من شهر 6 ونبذر الرز الشعير على طول، وهو عمر الرز الشعير بيبقى حوالي 90 يوم. وفي انواع تانية برضو، يعني الرز بينقسم لكذا نوع. في الرز العريض اسمه التسعيني، وفي الرز اللي هو الرفيع 78 والحاجات دي و76، دي كلها انواع رز شعير. وفي الرز اللي هو ال 108 عريض، وفي الرز اللي هو ال 104 وال 105 ده كله رز عريض، وده بيجي الاخر كله. المهم احنا بنشتل الرز او بنبذر الرز من شهر 6 وانت جاي، وبياخد التسميد بتاعه، بياخد تسميد الكيماوي، ومفيش تسميد بالسماد البلدي طبعا، عشان احنا بنبقى في الصيف، والصيف ده السماد البلدي بيبقى حامي على الارض وممكن يعمل فيها فطريات في الارضيه، فبنستبعده شويه في الايه. في ناس بتحطه بس احنا بنستبعده في الايه، في ظروف الصيف الشديد، عشان بيعمل فطريات ويعمل قوارض للارض في الجذور وحاجات من دي. فاحنا بنشتغل بالسماد. الناس بتشتغل بالسماد اللي هو الكيماوي، اللي هو اللوري. هو دي من اهم المعاملات بتاعت التسميد في الصيف في الجو الحار. والرز بيشرب كل حوالي 5 ايام شوربه، وطبعا بيشرب بكثافه. طبعا الرز اللي بيربيه هو الميه والتربه، يعني الرز ده اصله هو الميه، يعني 80% من فلاحته او من زراعته هي الميه وكثافه الميه. وطبعا الرز بيقعد 90 يوم. واول الرز بيبقى الكن او الشتله بتبقى خضرة، تتنها خضرة لمده شهرين، وتبدا بعد كده السنبله تطلع سنبله من قلب الورق، سنبله خضرة طبعا. ويوم على يوم على يوم السنبله بتبقى فيها الحبايه بتاعت الرز بتبقى زي اللبن كده، وشويه شويه السنبله دي بتملى وتحجر بالنعمه اللي هي ايه، اللي هي حبايه الرز. بتنها على كده بقى تملى كده حوالي زي شهر، من حبايه لبنيه لحبايه رز. زي ما انتم شايفينها كده بتخضر في المرحله الاولانيه دي، وعلى اخر المرحله اللي هي الثانيه بيبدا الرز الشعير يبقى بنفس اللون اللي هو المصفر فاخضر كده. الرز بيوصل لنهايه ال3 اشهر، والحبايه بقى تبقى خلاص، يبقى خلاص الحصاد قرب بقى، خلاص النضوج التام للحبايه والسبله الرز الشعير خلاص في اخر ال90 يوم بيبقى زي ما حضراتكم شايفين. انا صورت في الاواخر كده، في اواخر الايه النضوج، وكده الرز بدا يجهز للحصاد زي ما حضراتكم شايفين كده. كان في الحصاد اليدوي زمان بالمنجل، ودلوقتي في الميكنه طبعا اللي هي بتحصد وبتضم وتدري وبتنزل على طول، نحط في الشوال على طول الرز يبقى جاهز على طول. وان شاء الله بعد كده هنجيبوا المراحل كلها بتاعت الرز، من اول المشتل للري للتسميد للسبله وهي لسه بتتكون، وان شاء الله في السنه الجايه باذن الله يكون ان احنا نلحق التصوير من بدري. وبكده نكون وصلنا ان شاء الله لاخر الفيديو. ويا ريت اللي ما اشتركش اشترك، ويا ريت يعمل لايك وشير عشان يدعم القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.